السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحشتوني جدا جدا جدا. هنسمي الله بقى ونخش نشوف وصفاتنا. بما اني يعني مش باكلها، يعني مش هعملها، لا لازم أنا اعملها. دي معايا هنا كيلو لحمة ضاني، ومعايا هنا الحلة بتاعتي. الحلة انا ولعت عليها النار، وتحطي فيها معلقة سمنة او معلقة زبدة المتوفر عندك، وتسخنيها حلوة قوي. انا اللحمه بتاعتي كنت مقطعاها مش مكعبات صغيره زي ما انت شايفاها كده، حسب ما انت الحجم اللي انت عايزاه. اول ما تسخن معاكي السمنه بتاعتك حلو، تروحي نازله عليها باللحمه بتاعتك دي، وعلى نار عاليه، ما توطيش النار عشان ما تبقش ميه منك. زي ما هي كده انتوا شايفين اهو. هنا عندي 4 فصوص حبهان او 5، تفتحيهم او عايزه تسيبيها كده زي ما هي براحتك، يعني دي بترجع لك انت. وتحطيهم كده وتفتحيها يعني عليها. نحط ورقتين لوري ونص عود قرفه، وتشوحي بقى كل الكلام ده. تشوحي اللحمه مع بالسمنه والبهارات الناشفه اللي احنا حطيناها، اللي هي ايه، نص عود قرفه وورقتين لوري وكام وحدايه حبهان. جربوا الطريقه دي وهتعجبكم قوي. دي تنفع برضك للحمه العزب واللحمه الجملي، اي لحمه، بس دي بقى لحمه ضاني. يعني مش معنى ان انا ما باكلهاش مش هعملها، اديني عملتها برضك وضحكوا عليا انا واكلوني اي حاجه. بصي تفضلي تشوحي فيها كده لحد اما تلاقيها خدت اللون معاكي زي ما انت هتشوفي معايا دلوقتي، على نار عاليه، ما توطيش النار بتاعتك خالص. الصراحه كانت، بصي هتشوفوها دلوقتي، كانت دايبه، يعني انا ما باكلهاش والله العظيم، وكانت ريحتها تحفه. يعني ما كانش فيها ريحه الضاني ديك ولا اي حاجه، لا كانت ريحتها جميله قوي قوي. لسه داخل بقى يشوف الفيديو ما ينساش اللايك والشير والاشتراك معانا في القناه. وان شاء الله مش هغيب عنكم تاني، وكانت ظروف بس، وان شاء الله يعني مش هغيب عنكم تاني باذن الله. بصي كل الكلام ده، كل لحمه عندك على النار عاليه، ما توطيش النار بتاعتك ولا تسيبيها، زي ما هي كده على نار عاليه، تفضلي زي ما انت بتشوحي فيها. بصوا هتحسيها كده خدت لون بني، وفي نفس الوقت دوك عندك بقى ميه، يا اما بتغليها في الكتل يا اما مولعه عليها على البوتاجاز. بصوا ميه سخنه اهي، هنديها كوبايه ميه كبيره سخنه. شفتيها ازاي؟ بصي الميه سخنه وهي سخنه، ما خدتش معايا وقت، بتغلي في ثواني. ما حطيناش ملح ولا اي حاجه، سيبناها بقى تغلي كده لمده نص ساعه لحد ما تشرب الميه بتاعتها دي. بصوا انا وريتها لكم ان هي بتغلي اهي في قلب الميه، هسيبها تشرب الميه بتاعتها دي كلها، وهرجع لها بقى هنا. بصوا هنا كانت شربت الميه بتاعتي. بصوا حساها ان هي ايه، بقت لونها بني كده مكرمل تحفه. تعملي احلى كباب حله باللحمه الضاني. بصوا انا حطيت فيها المعلقه الخشب، نزلت معايا، يعني استوت. ده هنا معايا بصلتين كبار متقطعين شرايح او حلقات انصاص يعني كده، وحطيتهم عليهم. وتشوحي برضك بيها كده اللحمه بالبصل، وت... يعني تشوحي بيها كده كل الكلام ده زي ما انت شايفه كده. شوحنا الكلام ده كله، النار بتاعتنا عاليه ما وطيتش معانا. هنا بقى عشان خاطر اللحمه ديك وعشان خاطرهم هعمل ايه، هعمل طبق رز يعني على قدهم بالظبط. نعمل حبه رز صغيرين. بصي اصلا الحله قد ايه، حبه صغيرين جدا. حطيت فيها معلقه سمنه وسبتها، اول ما تتسيح معايا او تتقدح هنشوف بقى نحط فيها شويه الشعريه ونعمل. وانا برضه في نفس الوقت واقفه. بصوا اللحمه سلتت او سابت العظم من كتر السوا بتاعها. هو انا استكفيت؟ لا ما استكفيتش، سايباها برضك عماله تدي. حاطين هنا شويه الشعريه، لقيت حبه الشعريه بتوعي حبه صغيره، ورحت حاطه عليهم حبه رز، وهنشوح ده في ده. والله كان جميل قوي، يعني كان شكله هتشوفوه دلوقتي. هو كان طبق رز كده حلو على قد اللحمه وعلى قدهم. بما ان يعني الاكل دوت مش هيبقى ولا هيفضل ولا الكلام ده كله، فاعملي على القد. وانت شايفه الدنيا بقت غلا ازاي واحنا بقينا عاملين ازاي، ربنا يرحمنا برحمته والله العظيم. انا هنا بشوح الرز بالشعريه، او بشوح شويه الشعريه بتاعتنا اللي هنعمل بيهم الرز. اول ما خدت اللون الذهبي الحلو بتاعي، كان معايا هنا كوبايه رز صغيره غسلاها وحطاها ومصفياها حلو، شوحتها. هنزل عليها بقى بقلب الشعريه واقعد اشوح فيها كده
طب فايدة ايه اللي انت بتشوحي الرز ده؟ ما يعجنش معاكي ولا اي حاجة، يطلع معاكي مفلفل وكل حباية لوحدها. الخطوة بتاعت تشويح الرز دي مهمة جدا جدا يعني الصراحة. بصوا بقى، انا عشان انا هزوده بمية، حطي بقى قالب ماجي شوية، يعني ربع معلقة فلفل اسود، حبة ملح. ظبطي دنيتك بقى، بما انك انت هتزوديه بمية، مش ما عندكيش شوربة ولا اي حاجة، احنا ما بنغلبش، لازم نتصرف. بصوا الرز بتاعي اتشوح بصوا لو ما تشوحش معايا وبقى حلو، مش هتغلي معايا المية زي ما انتوا شايفينها كده. وهنا معايا برضك مية مغلية، وهنزود الرز بتاعنا. معروف الرز المصري بتاعنا كوبايه رز عليها كوبايه ميه، لكن الرز الكبسه لو انتي مبلاه او نقعاه نص ساعه، الكوبايه عليها كوبايه ونص ميه. لكن الرز البلدي بتاعنا المعروف الكوبايه عليها كوبايه. بصوا اللحمه بتاعتي خدت ودت في البصل، بقت عجب يا جدعان، كانت تحفه. انا ما بحبهاش بس الصراحه شكلها كان مغري جدا. بصوا العظم، والله اللحمه سابت العظم من كتر السوى وبقت دايبه. هوريها لكم دلوقتي. في يعني بصوا، سخنه مولعه وعايزه برضك اقطع منها. يعني شوفوا اوريكم برضو يا جماعه، عايزه اوريكم. بصوا البصل بتاعنا الكرمل ازاي. هنا بقى بدأنا نحط البهارات. البهارات اللي هي شويه فلفل اسود، هنديها بشره جوز الطيب. هتشوفوا دلوقتي. هنا دي السبع بهارات. السبع بهارات او بهارات لحمه يعني الموجوده عندك حطيه. انا كان عندي هنا السبع بهارات، حطيت منها معلقه صغيره خالص. ودي جوزة الطيب هبشر منها يعني ايه حبة، لو عندك المبشرة الصغيرة ابشري بيها يكون احسن. ما عندكيش بالسكينة كده بس خلي بالك يعني من ايديك. حطينا ايه السبع بهارات وشوية فلفل اسود وبشرة جوزة الطيب، وهنظبط ملحنا او هنحط قالب ماجي. بس خلاص كده اهو، حط قالب ماجي ده تعزيز الطعم وبيخلي نكهتها برضك حلوة. وهنقلب كل الكلام ده بقى. ريحتها بقى قلبت الدنيا، قلبت الدنيا، مش قادرة اقول لكم على جمالها. والرز بتاعنا برضك شغال معانا على النار. غطينا الحله بتاعتنا، وطينا بقى النار هنا بقى على اللحمه. وطينا بقى النار، وهنا بصوا الرز بتاعنا شغال برضو. بصوا خلاص ادينا له التقليبه وتشرب معايا، هنوطي بقى النار بتاعتنا عليه خالص. ولو عندك عين صغيره انقليه عليه هيكون افضل. هنا اللحمه بتاعتي كانت خلاص بقى بتقول خلاص يا جماعه ارحموني. معايا انا واحد فلفل حار او واحد فلفل الوان. الفلفل الحار ده يرجع لك انت براحتك. ومعايا واحدة فلفل اصفر وواحدة احمر، يعني فلفل الوان مقطعاه. حطيتها وقلبتها تقليبة واحدة خالص. وخلاص بقى كده. هنشوف بقى هنعمل ايه. اهو بصوا كانت خلاص يعني 10 دقايق. وطفيت بقى عليها. بصوا اللحمة سخنة مولعة وبرضك مصممة ان انا اقطع منها. افترى افترى والله. لازم يعني. ايديا برضك مش مستحملة ومصممة برضو ان انا اقطعها. كانت دايبه. جوزي بقى كان واقف جنبي عشان اوريله بقى يعني يظبط الملح بتاعها. ما انا بما اني مش بحبها وهو كان اجازه، فلازم أنا اعمل له الحاجه اللي هو بيحبها طبعا. وخلاص بقى هنا اللحمه بتاعتي هقفل عليها. ظبطنا بقى دنيتنا والرز بتاعنا خلاص كان استوى. هنغرف بقى اكلنا ونشوف بقى اكلنا. كانت وجبه خفيفه وبسيطه وحلوه. وعشان خاطرهم برضك بنعمل كل حاجه هما نفسهم فيها. ده طبق الرز بتاعنا، ودي شكل اللحمه، بصوا شكلها بيلمع ازاي، وبصوا الرز بتاعنا ازاي. الصراحه كان اكل خفيف وبسيط وجميل قوي. ويا رب يعجبكم ان شاء الله. متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك معنا في القناه، وحشتوني كتير، وان شاء الله مش هغيب عنكم تاني. وده المخلل اللي انا عاملاه. انا ما بشتريش من بره، ده الحاجات دي انا بعملها في البيت. ان شاء الله قريب جدا باذن الله انزل لكم برده طريقه الليمون دي. تعجبكم قوي. بصوا برده اللحمه دايبه دوب يا جدعان، دايبه دوب. حطيها بقى كده على اللحم على الرز بقى، ووريهم بقى الشغل العالي. وريهم بقى يا جدعان. يا رب يعجبكم ان شاء الله باذن الله، وتكون وصفتنا النهارده خفيفه كده على قلبكم وحلوه وتنول اعجابكم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.